واشكال بسيطه، لكن الامهات نفسهم بعلمهم خياطه والقص والتفصيل واعاده التدوير. لو ملابس مثلا قديمه عندهم او حاجه مش بيستعملوها بنعملها اعاده تدوير وبيجددوها تاني. بتبدا كل واحده فيهم تعمل مشروع لنفسها في بيتها او تفتح محل عندها، تجيب المكن بتاع الخياطه والمكن بتاع التطريز وتبدا تشتغل على نفسها. وفي نفس الوقت وبتساعد ابنها اللي احنا بنعلمه برضو معاها الشغل ده. بتعلمي الابناء نفسهم؟ طبعا. طبعا. ايه النماذج اللي علمتيها وايه التجارب اللي مريتي بيها كده من خلال احتكاكك بالناس دي؟ علمناهم طبعا قبل رمضان كده، كنا عاملين لهم حفله في المشغل هناك. الفانوس يتعمل ازاي من الكرتون، النجمه، الهلال، الحاجات اللي هي الاشكال اليدويه بحاجه بسيطه قوي يقدروا يقصوها. بس برضو بناخد بالنا منهم عشان خاطر المقص والالات الحاده دي يقدروا يقصوها ويقدروا يشكلوها. بنديهم رسومات. معانا طبعا فريق كبير قوي، الناس ما شاء الله عليهم. استاذه ايمان عبد النبي كانت بتعلمهم المصليه بيعملوها ازاي، المقالم، الحاجات اللي زي كده. استاذه ناهد. معانا ناس كتير قوي بصراحه، كل واحده لها تخصص رائع يعني. ده كل ده في فريق طموح للكنوز البشريه بالظبط. نتوجه للاستاذ بقى عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن، يعني فكره المبادره اسمها جميل قوي. احنا بتوع الايجابيات وقوتنا في اسرتنا.